بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج ببساطة. والنهاردة أنا هكلمكم عن سؤال جه في بالي، إن أنا لقيت إن الواحد عمره قصير، يعني معظم الناس يعني بيعيش 70-80 سنة، والنهاردة اللي بيعمر في الدنيا بيكون 100 سنة، وده بقينا بنسمع عن الأرقام دي بقى في اليابان أو في بعض القرى يعني في الوطن العربي وكده. فسألت نفسي السؤال، هو هل ممكن الواحد فعلا يعمر في الأرض؟ فلقيت فعلا انا لما بفتح كتب الشرعيه او حتى الكتب العاديه بلاقي في ناس يعني هم ماتوا من سنين لكن عايشين فعلا بيننا. يعني الصحابه مثلا ماتوا من 1400 سنه لكن ما زالوا يعني يعيشون بيننا، ووصل لنا هذا الدين على دمائهم. جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وفعلوا الكثير، حتى ان اي مسلم النهارده هو في ميزان حسناتين في الاخر، يبقى عايشين الاف السنين من 1400 سنه. وجدت ان أبو حنيفة مات سنة 150 هجريا وما زال يعيش بيننا في يعني بكتبه، وفي ناس بتتربى على مذهبه. والإمام مالك 179 هجريا، والإمام الشافعي 204 هجريا، والإمام أحمد 241 هجريا. الإمام البخاري رحمه الله سنة 256 هجريا، الإمام مسلم 261 هجريا، وعايشين بيننا حتى الآن، يعني من 1200 سنة وهم عايشين ما بيننا. وحتى الحملات اللي بتقام ضد يعني البخاري الفترة دي يعني حملات أنا شايف إنها بتزيد قوة وبتزيد أهل الحديث متانة، إن بيطلع بعد كده ناس بتدافع عنهم، وبيطلع بعد كده ناس في الوسط يبتدي إن هم يقرأوا عن يعني كيف جمع الإمام البخاري الصحيح وكده. لكن هو الشاهد من كلامي إنه عايش بيننا من 1200 سنة. ابن جرير الطبري عايش بيننا من 1100 سنة، مات سنة 310 هجريا. القرطبي صاحب تفسير الجامع لأحكام القرآن مات من يعني سنة 671 هجريا، يعني احنا بنتكلم في حوالي قرابة 800 سنة. النووي كذلك. ابن تيمية 728 هجريا. ابن القيم الخوارزمي مات سنة 235 هجريا، عالم الرياضيات المشهور، وما زال يعيش بيننا حتى الآن. فأنا يعني وجدت ضالتي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. قلت هو الحديث ده فعلا اللي ممكن يطول عمري، إن أنا أقدر أعيش بين الناس 1000 سنة. وقلت إن أنا أحكي لك عليه أو أحكي لكم عليه النهاردة، إن فعلا الواحد محتاج إنه بعد هذه الحلقة يراجع حساباته كويس جدا جدا في الحديث ده. أنت ممكن فعلا تموت على عمر أيا كان كما يقدره لك الحق سبحانه وتعالى، لكن تعيش بين الناس آلاف السنين. علم ينتفع به. انا يعني انصحك ان انت اي طالب تقدر تدفع له مصاريف المدرسه ادفع له. اي كتاب قيم تقدر تفيد بيه الناس انشره بين الناس. اي معلومه او علم انت تعرفه، انت كويس في الانجليزي علم الناس قد ما تقدر، كويس في الاداره علم الناس قد ما تقدر، بتعرف تقرا وتكتب علم حد ما بيعرفش يقرا ويكتب، انشر علم. وعلم ينتفع به. عندك حد فقير مش قادر على مصاريف الجامعه ادفعها له، مش قادر على مصاريف المدرسه ادفعها له، انشر علم. انشر كتب دينيه تنفع الناس. انشر كتب في التنميه البشريه او في الاداره او في اي شيء انفع، انشر علم على قد ما تقدر. وصدقه جاريه، يعني ما تعرفش ان في مسجد او مجمع اسلامي او مستشفى او اي شيء الا وتكون ليك سهم فيه. انت بتموت وتفضل الصدقه الجاريه دي شغاله. النهارده الحمد لله في ناس كتير جدا شغاله في توصيل المياه للصعيد. آلاف وملايين ناس بتموت عطشا كل سنة في الوطن العربي كله. فلو تعرف توصل لأفريقيا وصل، توصل لبلدك في مصر وصل، في سوريا في أي مكان وصل مية صدقات جارية. ارمي سهم في الموضوع ده. انشر مصاحف صدقة جارية. أي باب من أبواب الصدقات الجارية اعملها. فأنت بالصدقات الجارية وبعلم ينتفع به تعيش آلاف السنين. وولد صالح يدعو له. يبقى بالتالي انا انصحك انك ما تنامش يوم ومخلي حد زعلان منك ممكن انه ما يدعيلكش لما تموت. طب وليه؟ استفدنا ايه؟ لا، انا عايزك ولد صالح يدعو لك. ده ممكن يكون ابنك، ممكن يكون شاب انت وقفت جنبه في جوازه، وقفت جنبه في تعليمه، وقفت جنبه في اي حاجه يدعي لك. فما تخليش حد زعلان منك. الدنيا قصيره جدا جدا، ولا يبقى لك الا العمل الصالح. فلقيت ضلتي في الحديث ده إلا صدقة جارية، دي اللي بتخليك تعيش آلاف السنين بين الناس، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. فأنا عايزك الدنيا الفترة الصغيرة اللي أنت عايش فيها دي خدها يا سيدي. أنا هديك مثل بسيط. تخيل لو جالك شغل مثلا في بوركينا فاسو، أو جالك مثلا شغل مثلا في بلد يعني مغمورة، مدغشقر ولا النيجر ولا حاجة من الحاجات اللي في أفريقيا مثلا. هتتفسح ولا هتعيش حياتك هناك تعمل إيه يعني؟
فتقول والله انا هروح هناك اقعد مثلا 5 6 سنين، اعمل لي قرش كويس والم فلوس كويسه، وارجع بقى اتنغم بقى في بلدي، اشتري بقى فيلا ولا قصر وافرشه، ويبقى عندي يخت وعندي عربيه مش عارف اعمل ازاي، واعمل كذا واعمل كذا. عيش في الدنيا نفس الموقف ده بالظبط. حاول تسهر وحاول تتعب، حاول تجتهد وحاول تنشر الخير، وحاول تساعد الناس، وحاول وحاول وحاول، ودوس على نفسك فترة الدنيا، لأن بعد كده جنة عرضها السماوات والأرض وما متاع الدنيا في الآخرة إلا قليل. فأنا حبيت إن أنا أنقل لك السؤال اللي أنا سألته لنفسي ده، إن أيهما أطول، عمرك أم عملك؟ ولقيت إن العمل فعلا ممكن يصل بالإنسان إنه يعيش آلاف السنين، زي ما علمائنا والصحابة وكثير من أهل الخير وأهل الفضل علينا يعيشون بيننا إلى وقتنا اليوم. منهم اللي عايش حتى الآن 1000 وشوية، ومنهم اللي عايش 800 سنة وإلى ذلك. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك رب وأتوب إليك.